السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم الحلقة غريبة عجيبة. اليوم راح اشوفكم على اغرب الكلمات العراقية اللي انا ملاحظها وانتم همين ملاحظيها بس مغلسين. اذا تابعوا الحلقة وشوفوها. اقول شيخ نطولها. يا خاف اوقع على وجه النور. اذا من هنا ننطلق. رزق راد يوقع. شفتشير شمشة عود كله بالاتش، حتى بيها مرقة شوفوها بعد. خاشوقة صدق، يعني شنو خاشوقة؟ ها خاشوقة فد اسماء. اما هاي فاسمها حجلة. حجلة شنو؟ مخدة. يعني شنو؟ مثلا حط خدة عليها وسموها مخدة. اما هذا شرشف شحاطة. على فكرة يا مال ابويا يعني يمكن لين تشحط سموها شحاطة. النعال هم يشحط، ليش ما سموه النعال شحاطة؟ خاولي قد اسمها خاولي شنو؟ ها؟ اما هذا العينتين فبالعراق يصيحوا له اشكال والوان. اكو ناس يصيحوا شنو؟ اكو ناس يصيحوا له ريمون، واكو ناس يصيحوا له ريمونت، بس هو بالحقيقه اسمه ريموت. ريموت الفضيايه ريموت. ريموت ذاتس ريموت. مقراضة لأن أنت قرض سواء مقراضة. ايش قدوتها هي هاي؟ جداحة جداحة يعني شنو هي؟ جدها الآحة؟ ومن وين آحة على مود هاي جدة؟ جداحة. هذا اسماء غريبة عجيبة. أما هاي فيصيحوا لها دولكة. على فكرة بيها فد شي لما طلعها برا. لحومنا عراقية خالصة. زين تجاوب هاي على هاي، وين الرابط بالموضوع؟ لحوم الغدير. اما هاي فيصحوا لها بالعراق حافظة. حافظة شنو؟ يعني يروح له بالموبايلات يقول له اريد حافظة مال الموبايل. ادري منين تحفظه؟ تحفظه من المخاطر؟ حبيبي هاي اسمها كفر. هذا الشيء بالانجليزي هسه اكيد تروح بالموبايلات، يعني اغلبكم يصيح له اريد كفر، ويروح بالموبايلات يقول له اريد، اكو بيهم يصيحوا له اريد كفر. يعني ما اعرف شلون يلفظوها. المهم بس هي اسمها كفر، يعني الراء بالاخير ما يلفظ. على فكره انا احكي ترى امريكي، ما احكي انجليزي. الانجليزيين يختلفون عن الامريكان، فالانجليز يدققون بالحروف، الامريكان يقطعون من الحروف. مثلا الار بالاخير ما يلفظوه، مثل كلمه ماذر فاذر ما يقولون ماذر فاذر. هسه احنا وين رفعنا؟ احنا وين طفرنا؟ على اللغه الانجليزيه. يعني سوينا الرابط بالموضوع هسه اكيد واحد راح يعلق لي يقول لي شنو الرابط؟ انا من هسه دا اجاوبك شنو الرابط؟ تشوفون هاي قوطيه، بس قوطيه شنو؟ انتوا شو تصيحوا لها؟ بيبسي. يعني تروح المحل تقول له اريد بيبسي، اذا تقول له اريد بيبسي يعني ما اعرف اذا تحس. حبيبي اسمها بيبسي، يعني مو بالبي، بالبي. فرق بين البي والبي، مثل شامبو مو مثل يعني شلون تمثله ثاني؟ يعني مثلا شامبو مو شامبو. هسه بيبسي بالبي. وعلى فكره مو بيبسي، لا بيبسي. بقى شوفه شلون مكتوبه بيبسي، يعني بها ياء. على فكره دقق وياي، بها ياء. زاهي. على شنو يصح لك زاهي؟ يعني مثلا اكو شركه اسمها زاهي، ما اعرف يعني ليش يصحوا للزاهي؟ ابو المحل اريد زاهي، ما ادري من طلع هالاسم ونشره وشهره وصار هذا المنتوج بعنوان زاهي في العراق. طاوة شنو؟ اما هذا الفوق راسي فيصحوا له جلوب. اما هاي الحركه فمشهوره بالعراق بعنوان شقلمبه. اما هاي الحركه فيصحوا لها دفره او شلاق.
بصراحة أنا اكتشفت شغلات بالكلمات. أنا دائما أقول منو اخترع هاي الكلمات؟ مثلا على سبيل المثال جلاس، منو اخترع هذا الاسم؟ منو حدد عليه هذا اللقب على الجلاس؟ منو سماه جلاس؟ زين ليش ما سموا الجلاس شوكي على سبيل المثال؟ جيب لي شوكي أصب بيه مي، يعني ليش جلاس؟ بس بعدين اكتشفت إنه مثلا كل كلمة ماخذيها من صوتها. على سبيل المثال كلمة خس، انت من تاكل الخس يطلع خس 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 خس، فمن هاي الصوت من صوت الشيء طلقوا عليه الاسم. مثلا اي شيء يعني مثلا واكو كلمات لذا، بس هو اللي عرفته اي شيء بالحياة ماخذين اسمه من صوته او من سمعه. طبعا بنهاية الحلقة اذا عجبتكم سووا لايك، واذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. لا تنسون تسوون لايك لصفحتي على الفيسبوك اللي اسمها يوميات واحد عراقي، هم تلقون الرابط جوا وتلقون مكتوب على الشاشة يمكم. واذا تريدون تشوفون كل فيديوهاتي بس اكتبوا باليوتيوب يوميات واحد عراقي تطلع لكم كل فيديوهاتي. واهم شيء الاشتراك للقناة تسوون على مود يوصلكم كل ما هو جديد. بختام الحلقة اهدي لكم هاي الاغنية، طبعا من تصويري واخراجي وادائي وحبشكلاتي بس مو صوتي. لا 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 بسمار دقن الوقت وبكل كتر بسمره وما ضقت حلوة بد يا وسفتي بسمره. بسمار دقن الوقت وبكل كتر بسمره وما ضقت حلوة بد يا وسفتي بسمره. روان شكل الفرح بعمر ظن بس مرة وخلاني فاقد عقل مثل الذي شار بي. خلاني فاقد عقل مثل الذي شار بي. وانا تشلت كل زهر ما يصحب شاربي. انا تشلت كل زهر ما يصحب شاربي. ويا حيف يا حيف يا حيف يا حيف وانا الذي يرهف سبع شاربي. ومن دون كل الخلق ضحكت علي مرة. يابا 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 عرفتك من سمار الخد، عرفتك انت عربية رمش وعيون شتالة شفايف مو طبيعية. عرفتك من سمار الخد، عرفتك انت عربية رمش وعيون شتالة وشفايف مو طبيعية. اود الناس لك يمشون اذا اهلك علي يرضون. اود الناس لك يمشون اذا اهلك علي يرضون. واذا ما رضوا ينطونك ادق للصبح لطمية. واذا ما رضوا ينطونك ادق للصبح لطمية. بصراحة أنا اكتشفت شغلة إنه كل كلمة يعني مألفيها. معود ثامنة تاكسي فيك.